في العاب بتديك سلاح وفي العاب بتديك قرار، بس GTA بتديك حريه مطلقه وتقول لك يلا شوف هتعمل بيها ايه. اللعبه اللي بدات غلطه وبقت سبب ان ملايين الناس يسرقوا عربيات على الشاشه من غير ما يحسوا بالذنب. تعال احكي لك من الاول ازاي بدات الفوضى وازاي لعبه بسيطه بقت واحده من اعظم الاساطير في تاريخ الجيمنج. في التسعينيات العالم لسه بيكتشف العاب جديده والناس لسه بتنبهر باي حاجه فيها 3 الوان ومربع بيتحرك على الشاشه. وفي وسط ده شركه صغيره اسمها DMA ديزاين قررت تعمل لعبه سباق، بس في لحظه غباء عبقريه قالوا طب واحنا ليه ما نخليش اللاعب يسال العربيات بدل ما يسابق بيها؟ وسبحان الله الغلط اللي المفروض يتصلح بقى الميزه اللي صنعت التاريخ. وكده اتولدت اول جراند زيف اوتو، كم عربيات تتحرك من فوق وكم شرطه بيجروا وراك، بس لاول مره لعبه تقول لك اعمل اللي نفسك فيه. مفيش قوانين، مفيش ضمير، مفيش نتيجه، بس في متعه وبس، متعه انك تدمر العالم من غير ما حد يقول لك حرام. بعدها ب4 سنين العالم شاف حاجة عمره ما كان مستعد ليها، GTA 3، اللعبة اللي خدت الجنون من منظور فوق وحطتك جواه. بدل ما تشوف المدينة بقيت تعيش، تمشي في الشوارع، تسرق عربية، تسمع الراديو، وفي لحظة تلاقي نفسك بتجري من الشرطة عشان خبطت عجوز. ليبرتي سيتي بقت مدينة حقيقية، بتتنفس، بتتكلم، بتعيش، وانت فيها الزائر اللي جاي يبوظ كل حاجة. اللعبة دي مش بس غيرت GTA، دي غيرت صناعة الألعاب كلها، من لعبة توب داون بسيطة لعالم مفتوح بيحكي قصة وبيخليك انت المخرج والبطل والشرير في نفس الوقت. اللي حصل بعد كده روك ستار قالت خلاص الجنون عجب الناس، طب نجرب نخليه بشكل انيق. سنة 2002 جت GTA VC City، الهواء الحار، الشواطئ، الجيتارات والبدل الوردي. القرن الثمانين رجع ومعاه تومي فيرسيتي، اول بطل بيتكلم فعلا. اللعبه دي كانت استعراض، كان روك ستار بتقول بصوا يا عالم احنا مش بس بنعمل فوضى، احنا بنعملها بستايل. الالوان، الموسيقى، اختيارات الكلاسيك، كل حاجه فيها كانت بتقول اتجنن بس خلي شكلك حلو وانت بتعملها. سنة 2004 روك ستار قالت احنا مش هنكتفي بمدينة، احنا هنعمل ولاية كاملة، ودخلنا عالم CJ، اللعبة اللي خلت الناس تصحى الصبح تعمل جيم وبالليل تسرق طيارة، تقدر تاكل، تتمرن، تنام، تغير ستايلك وتعيش حياة كاملة جوه اللعبة. كان عندك مدن، جبال، انهار، شوارع، وحرية حرفية ملهاش اخر. سان اندريس كانت اول مرة تحس ان GTA مش مجرد جيم، دي حياة رقمية كاملة تحب تعيشها بطريقتك، سواء كنت مجرم او مجرد واحد بيحب يتسلى في المدينة. بعد الضحك والفوضى جت اللحظة الجدية، روك ستار قررت تعمل تجربة أعمق. دخلنا مع نيكو بيليك، مهاجر جاي يدور على الحلم الأمريكي، بس كل اللي لقاه كان كوابيس. GTA IV كانت سوداوية تقيلة حقيقية جدا، كان اللعبة تسألك هو أنت مستمتع بالفوضى دي؟ طب استنى لما تشوف تمنها. العالم بقى واقعي بشكل يخوف، حتى القيادة بقت تحسسك بوزن العربية فعلا. اللعبة دي كانت خطوة نضوج للسلسلة، خلت الناس تبص ل GTA كفن مش مجرد تسلية. 2013 كانت سنة مختلفة، روك ستار قررت تجمع كل حاجة حبتها الناس في الأجزاء القديمة وتحطها في عمل واحد واسمه GTA V. 3 شخصيات، مايكل اللي زهق من الجريمة، فرانكلين اللي لسه بيبدأ، وتريفور اللي كان المفروض يتمنع من دخول اللعبة. العالم ضخم، تفاصيل مرعبة، كل لحظة فيها ممكن تتحول لقصة. وبعدين جه التطور الأكبر، GTA Online، اللعبة خلتك تسرق بنك مع أصحابك في آخر الليل وتضحكوا زي الأطفال. ومن وقتها روك ستار مش بس بقت مطور، لا دي بقت إمبراطورية تتحكم في حياة ملايين من اللعيبة. السنين عمالة تعدي وكل مرة يطلع تسريب بسيط الإنترنت يولع، الناس بتقول فين الجزء الجديد؟ روك ستار ساكتة كأنها تتعمد تعذب. بس لما نزل أول إعلان الدنيا وقفت، كل عارف ان اللي جاي مش مجرد لعبه، ده حدث عالمي، جرافيك مش طبيعي، شخصيات حقيقيه اكتر من البني ادمين، ودنيا كلها تفاصيل. GTA راجعه، مش بس راجعه تعمل فوضى، لا راجعه تعرف الجيل الجديد يعني ايه حريه. من لعبه صغيره بتتشاف من فوق لواحده من اكتر الالعاب مبيعا في التاريخ، من كود غلطه لامبراطوريه الفوضى. GTA عمرها ما كانت بس عربيات، GTA هي تمرد، حريه، سخريه من النظام كله، ولسه اللي جاي اكتر بكتير. خليك جاهز، القصه لسه ما ابتدتش.